الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ينتظم في سلكها الشريف أهله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان. السيدة القنصل العام بالقنصلية العامة المغربية بدوسلدورف، أصحاب الفضيلة السادة العلماء، السادة الأئمة، أعضاء البعثة الدينية الموفدة من لدن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، السادة أعضاء البعثة الدينية الموفدة من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، السادة رؤساء الجمعيات ومسيرو المساجد بهذه الدائرة القنصلية، السادة الضيوف، سعيد غاية السعادة بالحضور معكم حفل الإفطار هذا الذي تنظمه القنصلية العامة للمملكة المغربية هنا بدوسلدورف على شرف السادة أعضاء اللجنة المبتعثة من لدن مؤسسة الحسن الثاني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهي فرصة أغتنمها لشكر السيدة القنصل العام على هذه السنة الحميدة التي دأبت القنصلية على الالتزام بها وتنظيمها حتى أصبحت عرفا سائرا. الحقيقة ما إن تطأ أقدامنا هذه البلاد إلا وتشرئب أعناقنا إلى هذا الموعد وهذا اللقاء السنوي. وإن كنت أقترح أن يجرى مثل هذا اللقاء في بداية رمضان لأنه ستكون له آثار طيبة إن شاء الله تعالى أكثر، خصوصا فيما يتعلق بوضع الصورة الإطار التي ينبغي أن تراعى من قبل السادة الأئمة والوعاظ وغيرهم. وأشكر كذلك السادة رؤساء الجمعيات المستقبلة لأعضاء هذه البعثة على جميل صبرهم وعلى ما يطلعون به من أدوار في إطار تسهيل وتيسير مهمة السادة الأئمة والوعاظ. وطبعا لا يفوتني الشكر الجزيل والامتنان الكبير للسيد الفاضل سيدي عبد المجيد رياض على جميل تواضعه وعلى حسن تواصله، سواء تعلق الأمر بالتواصل القبلي قبل وصول البعثة إلى هنا أو أثناء التواصل المواكب لعمليتهم ولمهماتهم خلال الشهر الفضيل. أما عن اختيار موضوع هذه الندوة فأرى أن القنصلية بالفعل قد وفقت أيما توفيق في اختيار موضوع هذه الندوة من خلال مناقشة ولو جزئيا بعض المضامين المتعلقة به، خصوصا وقد احتيج حقيقة في وقت غاب عن الناس حقيقة هذه الأدوار. ولما غابت هذه الأدوار عن أذهان الناس أصبحنا نرى بعض التقصير الناشئ عن سوء فهم لهذه الأدوار. طبعا لا يخفى على شريف علمكم أن المسجد هو مكان للعبادة، مكان لتحقيق معاني التآزر والتضامن والتآخي بين المسلمين، وأنه لطالما كان منطلق التوجيه والإصلاح في سائر المجالات، وفضلا عن كونه طبعا محرابا لتمتين علاقة العبد بربه. ولكن للأسف هذه الوظائف المتعددة التي قد لا يتسع المقام لذكرها تم اختزالها اليوم في هذا الجانب الروحي، هذا الجانب المتعلق بإقامة الشعائر. وحينما أقول إقامة الشعائر أقصد طبعا هذا الجانب الروحي المتعلق
الصلاة والتسبيح والذكر والدعاء وقراءة القرآن، وكأن المسجد إنما جعل لهذا، وهذا خطأ كبير. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حينما تحدث عن حقيقة الأرض كخصوصية للمسلمين قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبالتالي إذا كنا نتصور أن هذا الجانب الروحي المتعلق بالعبادات للحظات معينة من صلاة وذكر وتسبيح، إذا كنا نعتقد بأن المسجد جعل لهذا وأن مهمة المسجد تنحصر في هذا، نكون بذلك قد أخطأنا في حق المسجد، وطبعا ينصرم وينسحب هذا الخطأ ليطال رواد المساجد. المسجد لطالما كان في عرف المغاربة ولدى المسلمين عموما مكان لتمتين العلاقات. كان المسجد لمن تزوج ضروري أن يولم في المسجد، من رزق بمولود ضروري أن يبارك هذا المولود في المسجد. كان المسجد مكانا ومحطة لإذابة الخلافات، كان مكانا لإصلاح ذات البين بين الناس، وأدوار كثيرة أخرى. المسجد الآن نعم لا زلنا نتحدث عن تحفيظ القرآن وما زلنا نتحدث عن أدوار أخرى، ولكن أين مساجدنا اليوم؟ وأنا أتحدث عن المساجد في الديار الأوروبية. أين المساجد من الأدوار المتعلقة بإذابة الفروق اللغوية والعرقية والجنسية وحتى المذهبية على مستوى المذاهب الفقهية؟ أين المسجد من هذه الأدوار؟ أين دور المسجد في حفظ الهويات والخصوصيات الوطنية؟ أين المسجد الذي ينتج لنا شخصية سوية مستقيمة خارج إطار دعوة الإمام حينما يقول استووا؟ هذا الخطاب من الإمام استووا. نحن نريد أن ننتج مسلما يتحقق فيه هذا الوصف، وصف الاستواء، لكن ليس في المسجد، خارج المسجد، في علاقة هذا المسلم مع غيره، في وقت غاب عن المسلمين هنا بأنهم يحملون رسالة أدركوا ذلك أم يدركون. كل مسلم إلا وهو حامل لرسالة ينبغي له أن يطلع بها. تغير هذا الواقع المشرق الذي كان للمسجد وكان المسجد يطلع به، وأصبحنا للأسف أمام بنايات صماء. أصبحنا أمام بنايات يقصدها الناس لأداء جملة من الطقوس الشعائرية على فضلها. لا ننكر فضل الصلاة وفضل الذكر والتسبيح، نعم هذا المقصد الأصلي من المساجد، ولكنه لا ينبغي أن يختزل دور المسجد في هذا. وأصبح المسجد بالفعل خواء، ولعلكم أنتم أدرى مني بهذا الأمر، بل حتى في أداء الفريضة التي قد لا يتحقق إسلام أحدنا إلا بها. وإذا تحدثنا عن خارج رمضان نتحدث عن صف لا يكاد يكتمل من الناس مع إمامه. أنا أنطلق من هذا الواقع لأتساءل مع السادة رؤساء المساجد، وهم الغاية عندي وهم المقصد، وإليهم يتوجه هذا الكلام. السادة رؤساء الجمعيات، مسيرو المساجد، هؤلاء يطلعون بمسؤولية لا أتورع في أن أقول بأنها مسؤولية الأنبياء، لأنهم يسهرون على تسيير هذه النواة. لطالما كان المسجد حصنا، مدرسة، مصحة، المسجد كان فيه كل شيء. هم الآن يغيب عن أذهانهم هذا الأمر. حينما أقول يغيب فأنا أعني ما أقول، لأن كثرة تجوالنا على المساجد في أوروبا أكسبتنا من المعرفة ما يجعلنا نطرح هذه المواضيع وأن نقف عندها. أنا أتساءل مع السادة الأفاضل: أين غاب المصلون؟
المصلون في المساجد طبعا لا ينبغي أن يقاس الأمر بما هو عليه الحال في رمضان، لا، هذا استثناء وأنتم أدرى بهذا الأمر. لماذا أصبح تدين الناس؟ لما أصبح المسجد قبلة تشبه النشاط الفولكلوري للناس في رمضان، في الجمع، في الأعياد، وكأنهم يتزينون بهذه العبادة. هذه العبادة الناس أصبحوا يتجملون بها. أنا أذهب للجمعة، أنا أحضر، وكأن الناس خرجوا بهذا الأمر من جانبه التعبدي إلى أنه أصبح مظهرا من مظاهر الحياة عموما. لما تم اختزال المسجد في هذا الدور أيها الأخوة الأفاضل؟ لماذا أصبحت مسؤولية، وهذه أنا أحتاج بالفعل فيها إلى جواب، لماذا أصبحت مسؤولية تسيير المساجد والسهر عليها مهمة تنافسية يبذل الناس لأجلها ما يقبل وما لا يقبل، مع العلم على أنها مسؤولية تطوعية يفترض أنها يراد بها وجه الله، لكن واقع الحال ينبئ عن خلاف هذا. كيف أيها الإخوة الأفاضل، كيف يمكن أن نسترجع قيمة المسجد في نفوس الناس ونحن لا نقيم للإمام وزنا؟ أئمتكم بارك الله فيكم، أئمتكم يمتهنون، أئمتكم تجعل مصائرهم بيد من يصلي خلفهم من الناس، أئمتكم يمنعون من القول الفصل في أمور شرعية لا ينبغي لأحد من العوام أن يتدخل فيها إلا الأئمة. هؤلاء الأئمة للأسف يبعدون ويقصون، ومن ثم لا يمكن أن نتحدث عن استرجاع مكانة المسجد في قلوب الناس إذا ما أقصينا وهمشنا الإمام. أنا أتساءل معكم، كم عدد الحفاظ الذين تخرجوا من مساجدكم؟ كل مسجد، هذا الذي جعل على رأس هذا المسجد، وهذه مسؤولية عظيمة جدا والله لو أدركها الناس لما اقترب منها أحد. كم خرج هذا المسجد الذي أنت ترأسه اليوم؟ كم يحفظون عندكم القرآن؟ كم تستقطبون من التلاميذ؟ اعلموا رحمكم الله أن مسجدا يقام بملايين ويخصص للصلاة وحدها، إن هذا لمن الحرام. يحرم مسجد يخصص للصلاة وحدها، هذا والله عيب في بلاد الناس أشد ما يكون فيه حاجة إلى أماكن حيث يرتبط الناس بهوياتهم بوطنياتهم. أين يمكن أن يلقن هذا الابن هذا الأمر؟ أين يلقن أبناؤنا ما يربطهم بدينهم بوطنيتهم ببلادهم؟ لا، المسجد فقط هو الذي يمكن أن يحقق هذا. ومن الأمور كذلك يعني مسألة هذا التفاوت الحاصل بين المساجد على قربها من بعضها في مسألة الإمساك وفي مسألة الإفطار. ولما يبعد أئمتكم عن الخوض في هذا الأمر؟ تعلمون أن حقيقة الاستثمار في المساجد في أن تكونوا أئمتكم في علم التوقيت، وهذا ليس بالأمر الصعب. استثمروا في أن تعلموا أئمتكم هذه الأمور. مسألة كذلك أنا لا بد أن أتحدث عنها. ونحن الآن لما قدمنا إلى هذه البلاد والسي عبد المجيد بارك الله فيه يستقبلنا ونتحدث عن الاقتصاد وعن كثرة الطلب، لكن أنا مما يعني طاش عقلي له هو أن نحن الآن وقد انقضى رمضان. أتحدث عن نفسي، لم أتوصل ولو بدعوة واحدة من مسجد يرغب في درس. وقبل أن أقول هذا سألت بعض الإخوة معي من الأساتذة فأكدوا لي نفس الأمر. وأنا أتعجب لهذه المفارقة العجيبة، مفارقة عجيبة، لائحة من المساجد. على كل
كل حال أنا أتحدث عن هذا الباعث الذي يقف حاجزا بين الناس وبين ما تتحسن به علاقتهم مع الله عز وجل. هذا هو سبب انتكاستنا، انتكاسة المسلمين على مستوى الأضواء التي يمكن أن يطلع بها المسجد راجعة إلى حضور النفس في مسألة التسيير. ولذلك أنا أردت أن أذكر بهذا الأمر ليسائل كل واحد نفسه وليعلم أنه سوف، كما قال الفضيل بن عياض، مر بأحدهم وقد جاوز 60 وهو يلهو، فقال له، قال كم عمرك؟ قال 60 عاما. قال 60 عاما وأنت تسير إلى الله تكاد أن تصل. فقال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل أتعرف معناها؟ قال نعم، إني لله وإنا إليه راجع. قال له إذا علمت أنك لله وإنك إليه راجع فاعلم أنك بين يديه موقوف، وإذا علمت بأنك بين يديه موقوف فاعلم أنك مسؤول، فإذا علمت بأنك مسؤول فأعد للسؤال جوابا. أعتذر عن الإطالة وأعتذر أني قد وضعت الأصبع على جانب من الأمور التي قد لا تطرب الكثير من السامعين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.